تحرم شيئا قل يا ربي يا مذنب ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناتي ديهيا موتيفاسيون، وأتمنى أن تكونوا جميعا بخير. فيديو اليوم كما تقرؤون في العنوان، أود أن أشارك معكم عادات إيجابية صباحية للحصول على يوم إنتاجي ومليء بالنشاط والحيوية. وكقول آني ديلارد، وهي روائية أمريكية، إن الطريقة التي نقضي بها أيامنا هي التي تحدد مصير حياتنا. وكما تعلمون أن العادات الإيجابية وخاصة الصباحية لها دور مهم في حياة الإنسان. صحيح أنه لا يوجد روتين صباحي يمكن تعميمه على جميع الأشخاص، وإنما هناك عادات أي واحد قادر يديرها. ومن بين أهم العادات الضرورية اللي نشوفها أنه لازم على الإنسان أنه يولي مدمن عليها، وهي الاستيقاظ مبكرا. وبهذه العادة قادر تقنع عقلك الباطني أنك عندك وقت زيادة عن اللزوم، أكثر من 24 ساعة. هذه عن تجربتي الشخصية. كي نوض بكري نقدر ندير بزاف شغالات، نمارس كامل الهوايات تاعي، ندير كامل شغالي سواء داخل المنزل أو خارج المنزل. ومن بين العادات اللي نشوفها جد ضرورية وهي تهوية الغرفة. نشوف بزاف غاشي ما يديروهاش، لكن هذا شيء خطأ. لازم عليك تهوي لاشومبر تاعك وتخلي أشعة الشمس تفوت ليها ونسمات الصباحية تفوت، وهذيك النسمات رايحة تمدلك بالطاقة الإيجابية باه تكمل لا جورني تاعك. وهديك زيد عليها أنك ترتب السرير نتاعك باش ما تعاودش ترقد. فالإنسان دائما ما يشعر بالنشاط والفخر بعد ترتيب سريره، كونه أنجز أول مهمة في ذلك اليوم، وتزيد له الرغبة في الإنجاز المزيد من المهام الأخرى. حيث كان هناك دراسة تقول أن 71% من الذين يرتبون أسرتهم عند الاستيقاظ من النوم قالوا إنهم سعداء في حياتهم، في حين أن 62% من الذين لا يرتبون أسرتهم أكدوا أنهم لا يشعرون بالسعادة. إضافة إلى عادات التمارين الصباحية، فهي تحفزك ولديها فوائد كثيرة كما تعلمون. فهي توصل الدم بشكل كافي إلى الدماغ، وتساعدك أيضا على كسر روتينك اللي هو الجلوس بشكل دائم، واللي أثر على الصحة الجسدية، أو السير تحت أشعة الشمس لمدة 10 دقائق. ومن بين العادات اللي نشوفها أيضا جد مهمة وهي العبادة، فهي الوسيلة التي يمكننا من خلالها التواصل مع الله عز وجل، وهي الغاية التي خلقنا الله من أجلها، ألا وهي الصلاة ثم الصلاة وكثر من الدعاء. وهذه فرصة لكم أنك تبدأ يومك بالامتنان الحقيقي وشكر الله عز وجل على النعم اللي عندك. ولقوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، إضافة إلى قراءة صفحات من القرآن الكريم، هذا سيحسك بالراحة النفسية مع أذكار الصباح.
وإضافة إلى عادة شرب المياه بكميات كثيرة، فهي تساعدنا على ترطيب الجسم وعلى مده الطاقة والحيوية، وكما تساعد على طرد السموم المتراكمة فيه التي تسبب لنا الكسل والخمول. وهنايا توصل العادة اللي كاين بزاف غاشي يهملوها، وهي فطور الصباح. كاين بزاف اللي ما يحبوش يفطروا في الصباح، وهذيك حاجة ماشي مليحة. كما راكم تشوفوا هنايا انا ما نوري لكم زعما فطور صباحي صحي 100%، لكن المهم تفطروا صباح، لانه فطور الصباح يمد لكم بزاف بزاف طاقة باش تقدروا تكملوا لا جورني تاعكم وتديروا كامل شغالكم بلا ما تعياو. ويا حبذا لو كان يكون فطور صحي. هنايا كل واحد واش يحب يفطر في الصباح. ومن العادات اللي نحبهم في الصباح اني نسمع الحاجات تحفيزيه. كاين اللي يحب يقرا في الصباح، وكاين اللي يحب يسمع حاجات تحفيزيه ولا عبارات تحفيزيه يقراهم، لانه هذا الشيء رايح يساهم على محاكاه عقلك الباطني وتحريضه على العمل والتفاؤل بالحياه. ومن هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. ما تنسوش تخليوا لي جيم وكومنتير وتشتركوا في القناة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.